الكلام ده كله. هنبتدي نيجي هنا ناخد اول حاجه وهي التاب اللي احنا شايفينها دي، ودي بنحدد منها الفونت. يعني ايه الفونت؟ يعني الخط اللي احنا بنكتب بيه. فانا الخط ده على سبيل المثال مش عاجبني، فهبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اجي هنا كده واروح فاتح المنيو دي، هيظهر معايا كل الفونتس دي. اعمل ايه بقى؟ ابتدي اتحرك بالسهم. يعني مجرد ما فتحت، افضل حاجه ان انت بالسهم اللي في الكيبورد وتتحرك بيه لتحت. وانا بتحرك لو انتوا بصيتوا على الشاشه هتلاقوا ايه اللي بيحصل هنا. الفونت عمال يتغير. يعني انا هنا هو عمال انزل كده، عماله بقى كل فونت جديد يظهر لك بحاجه مختلفه عن اللي قبله. ده فونت مختلف اهو، مش عارف ايه، هتلاقي كل حاجه بقى بتتغير معاك بالشكل اللي انت عايزه. ده مثلا كاتب لك الارقام بشكل مختلف، ده كاتب الارقام بشكل تاني. الشكل اللي يعجبك بتبتدي تختاره عشان تطبق بيه. طب نفترض انا دلوقتي عجبني في ده مثلا موضوع الارقام، شكلها حلو مثلا كارقام، بس مش عايز اشتغل بيه في الكتابه العاديه، الفونت بتاع الكلام، عايزه في الارقام بس. ادوس انتر. كده انا طبقت الكلام ده على الشيت كله، وابتدي اعمل سيلكت الحاجه اللي انا عايز اغيرها. فانا عايز اغير دول، اخليهم مثلا بفونت مختلف، ومعاهم دول مثلا عايز اخليهم كلهم كده بشكل مختلف. اروح فاتح. انا كده عملت ايه؟ يعني سيلكشن على الجزء اللي انا عايز اغير الفونت بتاعه بس، اللي هو بتاع الكلام. افتح وابتدي برضو انقي الفونت اللي يعجبني براحتي خالص. عايز مثلا نختار اي حاجة زي ايه مثلا. حلو، ممكن نقول ده مثلا عجبني خلاص، ودوست انتر. كده خلاص يبقى انا قدرت اتحكم من هنا في ايه؟ في شكل الفونت اللي انا بكتب بيه. طيب، اقدر اتحكم في ايه تاني؟ اقدر ان انا لو عملت سيلكت كده اتحكم في حجم الفونت ذات نفسه. يعني لو انا جيت هنا هلاقي في علامه، نخش كده زوم مع بعض، في الايه اللي هي الكبيره والصغيره دي، دول بنتحكم منهم في ان احنا نكبر الفونت او نصغره. فلو انا دوست على دي هتلاقوا ان هنا الفونت عمال يحصل معايا ايه؟ عمال يكبر 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 قدامنا على الشاشه اهو. ولو دوست على دي ببتدي اصغر الفونت تاني. طيب، هل من الاثنين دول بس؟ لا، انت ممكن تفتح الدروب داون منيو دي وتختار حجم الفونت اللي انت محتاجه. عايز اكتب ب 22 يبقى 36 مثلا، يبقى 72 اكبر حاجه. فبراحتي خالص احدد حجم الفونت اللي انا عايزه واكتب بيه زي ما انا عايز. طبعا الستاندر والفورمال بيبقى ال 11 او ال 12. تمام. طيب كده احنا خلصنا الجزء اللي فوق ده، نخش على اللي بعديه، وهو حرف البي اللي احنا شايفينه ده. وده بيعمل حاجه اسمها بولد. يعني ايه بولد؟ يعني انا دلوقتي مثلا لو جيت مثلا هنا كده وكتبت اي حاجه، نكتب مثلا اهو، عايز بقى الاسم ده ان انا اخليه، لا الكلام ده رفيع كده مش عاجبني، انا عايز اخليه اتخن من كده. ادوس على بولد دي هتلاقوا اللي حصل، السمك بتاع الخط ذات نفسه ابتدى زي ما انتم شايفين عمال اغيره اهو، ابتدى يبقى بولد او مش بولد. طيب فكده احنا مثلا عملناه بولد. لو تعرف ازاي وانت واقف هو بولد ولا لا، هتلاقي التظليل موجود ما اختفاش من على حرف البي. طيب، عشان خاطر الكلام ده يبان اكبر ممكن نكبر كده ونبتدي نشوف مع بعض. اهو كده لو احنا شلنا من على دي هتوضح اكتر معانا اهي كده وكده. تمام. طيب اللي جنبها دي بتعمل ايه؟ حاجه اسمها ايتاليك، او بتخلي الخط يبقى مايل شويه. يعني لو انا دوست عليها هتلاقوا الخط مال سنه كده اتعدل، او زي ما انتم شايفين. طيب اللي بعدها حاجه اسمها اندرلاين، يعني تحط خط تحت الكلمه زي ما ظهر قدامك على الشاشه، تدوس عليها تاني تلغي الخط. في سهم صغير خالص جنب الاندرلاين لو فتحناه بيديك اوبشن تاني، حاجه اسمها دبل اندرلاين، لو دوسنا يعمل لك خطين تحت الكلمه. كويس. طيب احنا كده خلصنا دول، ندخل على اللي بعديها. اللي بعديها دي خاصه بالبوردرز، ودي اللي انا كنت بتكلم مع حضراتكم عليها. نشيل بقى اللي احنا عملناه ده ونرجع للوضع الطبيعي بتاعنا هنا كده، ونشوف موضوع البوردرز دي هنعمل فيها ايه. نسلكت بس كده، انا هنسق تنسيق سريع كده عشان بس ايه، نشوف مع بعض الدنيا متنظمة بشكل أفضل. طيب نرجع مع بعض تاني. قلنا في حاجة اسمها البوردر. ايه البوردر ده؟ لو احنا بصينا هنا كده هتلاقوا ان انا عامل هنا خطوط، والتنسيق بتاع الجدول معمول بشكل معين، وفي حدود لكل خلية. هو ده اللي مقصود بيه البوردر، او الإطار الخارجي للسيل اللي احنا شغالين عليها. فهتلاقي هنا على سبيل المثال
لو احنا خدنا الجدول بتاعنا ده وحابين ان احنا خلاص هنشتغل عليه، هنبتدي نعمل كده ونبتدي نعمل ايه؟ نفتح التاب بتاعه البوردر دي. فيها كميه اوبشنز كتير جدا هنعدي عليهم كده سريعا. اول حاجه بيقول لك بوتوم بوردر، يعني هيحط خط في الخليه من تحت فقط. فلو احنا عملنا كده، جه حط لنا خط تحت في السلكشن بتاعنا بس، اللي انتوا شايفينه مع بعض اهو. خش زوم كده، هو عمل الخط ده بس اهو. تمام. انما فوق وعلى الجناب مفيش اي حاجه معموله. نرجع كنترول زد عشان احنا مش محتاجين ده، وهنبتدي نكمل سريعا بقى. هنا توب بوردر هيحط لك الخط ده فوق بس، ليفت هيحط الخط ده على الشمال، رايت هيبتدي يحدد لك السلكشن اللي انت عامله او الخليه اللي انت واقف عليها من اليمين فقط. نو بوردر ده الوضع اللي احنا فيه، مفيش اي بوردر اصلا معمول. اول بوردر لو دوسنا عليها عمل ايه على الشاشه؟ عمل بوردر لكل الجدول. ولكن ممكن حد يقول لك لا انا مش عاجبني الخط الواحد ده، انا عايز حاجه تبقى دبل بوردر او الخط يبقى مختلف عن الشكل اللي انا شايفه قدامي ده. فهنعمل سيلكشن كده، نبتدي نخش نشوف بقيه الاوبشنز اللي معانا. في حاجه اسمها اوتسايد، هيعمل لك على الاطار الخارجي فقط ومن جوه مش هيعمل اي بوردرز. وفي هنا السك ده اللي هو بيبقى يعني اوت لاين برضه، بس بيبقى عريض شويه. لو دوسنا كده هتلاقوا انه عمل ايه؟ الاطار اللي بره خلاه عريض شويه عن اللي موجود جوه التظليل بتاعنا اللي احنا عاملينه. بعدها في شويه اوبشنز برضو اللي هو الدبل بوردر والكلام ده كله، حضراتكم تقدروا تجربوه بنفسكم عشان خاطر ده مش محتاج شرح، انتوا هتخشوا تجربوا بنفسكم وتشوفوا التغير بتاع الشكل قدامكم على الشاشه. في درو بوردر ده انت ممكن تخش تتحكم بايدك، ولكن نادرا ما بيستخدم، يعني ان انت تخش بايدك تحدد انت وترسم البوردر بتاع السيل. في ايه تاني؟ ان انت تقدر تمسح البوردر، يعني لو انت عندك مثلا، لو دوسنا على ايرث بوردر دي تيجي على اي لاين انت عايزه، ده مش عاجبني مثلا فادوس عليه كده اختفى، هدوس على ده يبتدي يتشال، وده نفس النظام. فيعني عادة برضو الحاجات دي متستخدمش كتير. نرجع برضو للوضع بتاعنا الطبيعي. هنفتح هنا ونشوف ايه تاني موجود عندنا في اللاين كولر. اللاين كولر دي دلوقتي بتطبق على كل اللي احنا قلناه فوق. احنا عادة لما جينا نعمل البوردر دلوقتي ايه اللي حصل؟ البوردر كان بيتطبق بلون اللي هو اللون الاسود. طيب لو احنا دلوقتي عايزين نطبق بلون مختلف، هنيجي تحت الاول هنا على لاين كولر ونختار مثلا ان احنا عايزين نعمل البوردر ده باللون الاحمر. فبمجرد ما انا عملت ان انا عايز البوردر باللون الاحمر وجيت اطبق البوردرز اللي انا عايزها، إيه اللي ظهر معايا دلوقتي؟ حصل ان هو عمل بوردرز باللون الاحمر. تمام. فتقدر تتحكم منين في اللون بتاع الخط بتاع الاطار بتاع الخليه، وهو من التاب بتاعت اللاين كولر بتاعت البوردر. اللاين ستايل زي ما انتم شايفين بقى، انا مش عاجبني موضوع ان هي خط واحد، انا عايزها دبل او عايزها اي شكل من الاشكال دي. ولكن قبل ما تطبق لازم تكون عامل سيلكشن على المكان اللي انت عايز تطبق عليه، عشان ما يطبقش على خليه واحده وما يطبقش على الباقي. هنبتدي نفتح كده ونبتدي مع بعض هنا نختار اللاين اللي احنا عايزينه. فانا عايزه دبل مثلا، هدوس دبل، هيبتدي يطبق معايا الدبل كل ما ارسم بايدي هنا الدبل. طيب الافضل من ده كله والاسرع ايه اللي بيتم؟ هقول لكم دلوقتي ان احنا على سبيل المثال نقف كده عاملين السلكشن بتاعنا. عاده انا بحب اشتغل من جوه الاوبشن اللي في الاخر خالص بتاع مور بوردرز. لما بدوس هنا بيبتدي يفتح لي المنيو اللي انتوا شايفينها قدامكم على الشاشه. المنيو دي بتبقى واضحه وسهله كده وتقدر تعمل منها اللي انت عايزه. هنا بيقول لك الكالر اللي احنا كنا بنقول نعرف نختاره منين. لو اخترنا هنا على سبيل المثال لون احمر، هيبتدي يطلع لك ان انت هتشتغل بخطوط لونها احمر. اختار الفونت اللي انت عايزه او اللاين ستايل اللي انت عايزه. عايزه دبل مثلا، فانا وقفت هنا على الدبل دي لو انتوا شايفين كويس اهو. اخترنا اللون واخترنا اللاين ستايل، اخترنا اللي هو الدبل ده. وتقدر بايدك بقى ترسم براحتك بقى، انا عايز اعمل هنا مثلا بالشكل ده، عايز اعمل كده. فلو دوست عليه تاني يبتدي يتمسح معاك او ان هو يتشال. فاحنا دلوقتي مثلا عايزين نعمل ايه؟ الاطار الخارجي كله. هل اقعد بقى ارسم انا كده واحده واحده والكلام ده؟ لا، انا اعمل ايه؟ اروح جاي هنا كده، هلاقي العلامه بتاعت ان انت تعمل بوردرز لكل الاطار الخارجي. فهتبتدي تعمل كده وتعمل كده. خلاص انت اخترت الانسايد والاوت لاين، فانت طبقت الكلام ده على الاطار الخارجي والاطار الداخلي. ومجرد ما عملنا كده ترجع تدوس اوكي، تلاقي الموضوع اتطبق معاك بالشكل اللي احنا عاملينه قدامنا على الشاشه. طيب احنا كده اتعرفنا على الوظيفه بتاعت البوردرز اللي بعدها، وهي العلامه بتاعت الكالر دي خاصه بان انت تعمل
تلوين للاطار اللي انت محتاجه، وليكن انا عملت تظليل دلوقتي على اول البوردر اللي هو اللي موجود الخاص بالجدول من فوق، وعايز اخليه بلون مختلف، اقدر ان انا اخش هنا وافتح كده وانقي اللون اللي يعجبني. فانا مثلا عايز اعمله باللون نفترض الاخضر ده او اللون الاورنج، فهبتدي اختار كده مثلا واقول له تمام. طيب ايه تاني؟ اللي جنبها دي الفونت كولر، يبقى دي خاصه بالتلوين بتاع الخليه، ودي اللي معمول عليها حرف الاي خاصه بالفونت كولر. يعني انا دلوقتي كاتب كله باللون الاسود، فانا لا، انا مش عايز الاطار اللي فوق ده يبقى بالاسود، انا عايزه مثلا يبقى لون تاني. هفتح كده واختار اللي انا عايزه، ومجرد ما انت بتقف هو بيطبق لك. يعني لو انا واقف هنا على الاخضر هتلاقيه ظهر قدامك على الشاشه انه بالاخضر، وقفت مثلا هنا هيقول لك ده اللون لحد ما تشوف لون انت شايف ان هو مناسب بالنسبه لك او عايز تطبقه، وبتدوس عليه يبقى كده خلاص اتطبق معاك. يبقى احنا كده لغايه دلوقتي عشان نبقى عارفين مع بعض خلصنا ايه. خلصنا مع بعض دلوقتي الجزء الاولاني ده كله، اتعرفنا عليه من الهوم. احنا دلوقتي كلنا بنشرح في الهوم، خلصنا الجزء ده وخلصنا الجزء ده بجميع الوظائف اللي فيه وتعرفنا عليها مع بعض. هنخش على القسم الثالث اللي هو بتاع الالاينمنت ونخلصه دلوقتي برضو مع بعض. قبل ما نخش دلوقتي ممكن ناخد بريك عشان خاطر ما نبقاش طولت على حضراتكم. هنشرح مع بعض دلوقتي التاب بتاعه الالاينمنت، او اللي هي ثالث تاب في التقسيمه اللي عندنا فوق. فلو دخلنا كده اهو، اول تاب اسمها الكليب بورد، تاني واحده بتاعه الفونت، تالت واحده الالاينمنت. فاحنا دلوقتي هنشرح مع بعض ايه هو الالاينمنت والحاجه اللي موجوده هنا، واحنا خلصنا منها اوريدي الراب تكست. قلنا ان دي بتخلي الكلام زي ما اتفقنا يا اما يكمل في السطر على طول، او ان هو يخلص على مساحه الخليه وينزل يكمل في السطر اللي بعديه. هنتعرف على الثلاث حاجات دول مع بعض وهنشوفهم هنا تطبيق عملي على الحاجه. ولكن قبل ما اطبق تطبيق عملي محتاج ان انا اعمل كده عشان تبقى واضحه بس معاكم. لما انا نزلت وكبرت الطول بتاع الرو اللي احنا شغالين فيه، لاحظتوا ان الكلام نزل في اخر الرو خالص، مش موجود في النص. فطبعا الكلام ده مش مقبول لان شكله كده مش كويس. اقدر ان انا اعمل سيلكت عليه واطلع هنا بقى الاقي ان هو اصلا اوريدي معمول تظليل باللون الرمادي على ان الكلام يبقى تحت. لو دوست هنا الكلام هيطلع في نص الخليه، هنا يطلع فوق خالص في الخليه. تعالوا نشوف التطبيق ده مع بعض. اهو واهو. فانت تقدر تتحكم براحتك انت عايز الكلام يبقى موجود ازاي جوه الخليه. فانا على سبيل المثال عايزه يبقى في النص بالشكل ده. طيب الكلام برضو لو بصينا هو موجود على يمين الخليه، يعني كلمه تاريخ التعيين موجوده الناحيه دي. طب انا يا سيدي مش عايزها هنا، انا عايزها تبقى موجوده في نص الخليه. اقدر برضو ان انا اعمل تظليل كده، ومن خلال الثلاث حاجات اللي موجودين تحت هنا دول، هنا بيقول لك تبدا الكلام من الشمال، وهنا من اليمين، وهنا يبقى موجود في النص. طيب نرجع تاني ونطبق الكلام ده. لو انا عملت في النص كده ايه اللي هيحصل؟ زي ما انتم شايفين بالظبط اهو، جت كل حاجه في النص زي ما احنا عايزين. طيب يبقى احنا كده اول 6 حاجات دول بنقدر نتحكم منهم في اتجاه الكلام او في مكان الكلام موجود فين من الخليه، فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين. في اوبشن تاني ما يعني برضه ما بيستخدمش كتير، ولكن هو العلامه اللي احنا شايفينها دي، وهي العلامه موضحه نفسها بنفسها، وهو بيقول لك ان اتجاه الكلام يبقى بالشكل اللي انت شايفه. فانا لو مثلا دوست كده وانا عامل سيلكت على تاريخ التعيين، هفتح كده يقول لي عايز الكلام يبقى بالانجل ده او يبقى واخد الكيرف ده. لو دوست له اوكي، بصوا تاريخ التعيين هنا ايه اللي حصل فيها، بقت مكتوبه ازاي. وطبعا بتقدر تتحكم باكتر من شكل زي ما هو مطلع لك كده او لتحت. فده عادة بنستخدمه في اللي هي أول خلية ممكن كده يبقى مكتوب معاك بالطول، بس طبعا كلام بيبقى مفرط كده وحاجات كده غريبة يعني. وممكن ده برضه بيستخدم حاجات في الجداول، ساعات بتلاقي مكتوب كلمة التاريخ أو المسلسل بالشكل الطولي ده. فلو أنت حابب تعمل الجدول بتاعك وتتحكم فيه بالشكل اللي أنت شايفه ده، برضه دي حرية شخصية بالنسبة لك. وممكن تخش على آخر واحدة فورمات سيل ألاينمنت، هيبتدي يفتح معاك المنيو الخاصة بالتحكم في الألاينمنت، إن أنت من هنا تقدر تشوف أنت عايز درجة الكيرف بتاع الكلام تبقى هنا مثلا ولا هنا. تقدر تتحكم في الزاوية اللي أنت عايزها، وتقدر هنا برضو تتحكم في الكلام اذا كان يبقى في السنتر بتاع الخليه او لا، اللي هو اللي احنا كنا بنعمله من هنا ده. تمام كده. فانتوا لو لاحظتوا هتلاقوا ان دي اسمها alignment، وده البوكس بتاع الايه، الالاينمنت. فكلمه فورمات سيل جواها كل حاجه. يعني هنا في الفونت اللي هو اللي احنا خلصناه مع بعض هنا، فلو دخلنا هنا في الفونت هتلاقوا كل اللي احنا كنا بنتكلم فيه موجود.
ادي منين اللي تختار الحجم بتاع الفونت منين والفونت كالر وكل حاجه. ففي دايلوج بوكس بيبقى موجود فيه الاوبشنز بتاعت الفونت، وفي الفونت اللي هو البوكس اللي موجود قدامنا السريع اللي ممكن نستخدمه بره ده. فاحنا دلوقتي في الالاينمنت خلصناه مع بعض بره خلاص، وعرفنا ازاي نعمل له كده، وادي الراب تكست والكلام ده كله. فنفس اللي موجود هنا نفس اللي موجود بره. احنا خلصنا البوردر، كنا لسه فاتحين دي وبنشتغل عليها مع بعض، وخلصنا الفونت، وخلصنا كمان الفيل اللي هي خاصه باللون بتاع الخليه زي ما طبقناه مع بعض، والالاينمنت. كل الكلام ده احنا خلصناه. نرجع تاني هنا. احنا مش عاجبنا طبعا الكلام ده، عايزين نرجعه زي ما هو، فهنبتدي نيجي هنا عند الالاينمنت دي ونلغيها تماما. نختار ان الدايركشن بتاع الكلام يرجع لوضعه الطبيعي، او ممكن الاوبشن التاني ان احنا نرجع اندو زي ما انا برجع قدام كده على الشاشه عماله تتغير لحد ما ارجع للوضع اللي انا كنت عليه. هنخش على اللي بعدها هنا، ودي اداه بتتحكم في التكست دايركشن. مش هنقف عندها كتير لان هي مش محتاجه يعني ان احنا نشرح فيها كتير. هي هنا بيقول لك ان انت تتحكم وانت بتكتب جوه الخليه، انت عايز الدايركشن بتاعك بتاع الاتجاه بتاع الكتابه زي ما انتم شايفين كده يبقى من ليفت تو رايت، من الشمال لليمين، ولا من اليمين للشمال. وعامة لو أي حد من حضراتكم والإنجليش بتاعه كويس، هو بمجرد ما يقف على أي وظيفة موجودة في الواجهة بتاعة البرنامج هيطلع له هنا زي ما أنتم شايفين كده الشرح بتاعها هي بتعمل إيه بالظبط. تمام؟ طيب إيه تاني معانا هنا في الجزء اللي أنا عشان نبقى خلصناه الراب تكست، وده إحنا خلصناه. في الأداتين اللي إحنا شايفينهم هنا دول، هقول لكم دول نقدر نطبقهم إزاي ودول بتوع إيه بالظبط. خلونا نرجع كده. لو أنا هنا كاتب على سبيل المثال كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، لو انتوا شايفين كلمه بسم الله بادئه منين؟ بادئه من اول الخليه على طول. في حد ساعات يقول لك لا انا عايز اسيب حته فاضيه كده وبعد كده ابدا اكتب. كلمه تسيب حته فاضيه دي هي اللي هنتحكم فيها من هنا. لو انت دوست كده ايه اللي حصل؟ لقيت كلمه بسم الله اتزقت شويه عن بدايه الخط. لو دوست تاني اتحركت تاني بعيد عن الخط. فانت كده الطبيعي لو انت عملت الاوبشن ده وجيت تكتب في الخليه دي تاني، بدا منين معايا؟ بدا من اول هنا. مع ان لو كتبت في السل اللي تحتيها هيبدا معايا منين؟ بدا معايا من اول هنا. فده الفرق في الجزئيه بتاعت العلامتين دول. دي بتزود معايا الاندنت او السبيس اللي بيتساب في بدايه الكلام، ودي بتقلل معايا الموضوع تاني ترجعه لوضعه الطبيعي. اظن كده الموضوع ايه واضح بالمثال اللي احنا بنشرحه وانا بحرك الكلام قدامكم على الشاشه. طيب احنا كده وصلنا لفين؟ خلصنا دول مع بعض. فاضل اخر حاجه في الالاينمنت وهي الميرج او الميرج اند سنتر. دي بتعمل ايه؟ دي اللي بتدمج خليتين في بعض. يعني ايه؟ اوريكم المثال لما نطبق على طول. احنا هنا مثلا كلمه الاجمالي لو انتوا خدتوا بالكم، بص لما وقفنا عليها واخده المساحه دي كلها. دي عباره عن اكتر من سل، عباره عن دي ودي 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 معمول لهم دمج او ميرج مع بعض. طب الكلام ده نعمله ازاي؟ تعالوا نطبقه دلوقتي عملي دلوقتي هنا قدامنا في الصفحه اللي بنشتغل عليها. انا المفروض بعد ما خلصت الكلام ده اجي هنا تحت واعمل الاجمالي. فلو جيت اكتب هنا كلمه الاجمالي ظهرت معايا فين؟ تحت الارقام فقط في الحته دي. بس هل انا عايزها بالشكل ده؟ لا، انا عايزها بالشكل اللي احنا عاملينه في المثال اللي هناك، ان هي تاخد المساحه دي كده كلها لغايه هنا. طيب انا كده عملت سيلكت والكلمه موجوده. عايز ناقص ايه بقى؟ ان انا ادمج كل الخلايا دي في بعض. فلو رحت هنا على كلمه ميرج ودوست اوكي، ايه اللي حصل قدامكم على السكرين؟ زي ما احنا شايفين تحت كده كلمه الاجمالي بقت واخده المساحه كلها. فدي وظيفه ميرج، وهي عاده بتبقى عامله حاجه اسمها ميرج اند سنتر. يعني ايه ميرج اند سنتر؟ يعني هو دمج الكلام ده كله في بعضه. لو خدتوا بالكم كلمه الاجمالي جت في النص على طول اوتوماتيك في نص الخليه بعد ما تم دمجها. عشان كده هي هنا اسمها ميرج اند سنتر. لو فتحنا السهم الزرار اللي جنبها في كذا اوبشن اخر برضو، انك تعمل ميرج اند سنتر او ميرج كروس بس، او تعمل ميرج للسيل ويفضل الكلام بالوضع بتاعه، او انك ترجع تاني اخر واحده تعمل ان ميرج. يعني انت بعد ما عملت كده لا مش عاجبني، انا عايز ارجع الموضوع لوضعه الطبيعي، او في عندي اكتر من خليه معمول لهم ميرج حابب ان انا افك الميرج اللي معمول ده، ادوس هنا ان ميرج. رجع تاني الوضع زي ما هو، كل خليه بقت موجوده لوحدها زي ما احنا شايفين كده. عايز ارجعهم تاني اعمل عليهم سيلكشن، ولما اجي اعمل سيلكت زي ما اتفقنا من الماوس، او ممكن ان انا وانا بتحرك بالاسهم اللي في الكيبورد، انا دلوقتي واقف هنا عند كلمه الاجمالي، ادوس بايدي على زرار الشيفت وافضل دايس بايدي عليه، وادوس سهم شمال من الكيبورد. انا كده عمال
اعمل سيلكشن. عملت سيلكت على دول، اطلع هنا ادوس على ميرج اند سنتر، ابتدى يحصل معايا الميرج للخليه دي. طيب احنا دلوقتي عايزين نطبق ايه؟ عايزين نطبق الفورمات اللي احنا عاملينه هنا ده على الجزء اللي تحت، صح كده؟ هنبتدي ناخد ده نسلكت عليه كده، ونيجي على الفرشه دي ونعمل سيلكت على الجزء اللي تحت ده ونطبق عليه. ولكن هو دلوقتي لما هيطبق كل الفورمات، وانا متعمد اعمل كده مع حضراتكم عشان تعرفوا قصدي. لو انا دلوقتي سبت وهطبق الفورمات، ايه اللي هيحصل؟ الميرج اللي انا عملته اختفى. ليه اختفى؟ لان هو طبق كل اللي انا قلت عليه، فهو عايز الفورمات بتاع الكلام ده كله، قام عامله لك بما فيه ان السيلز هنا مش معمول لها ميرج، فعشان كده هو شال الميرج اللي انت عامله تحت. فترجع انت اوتوماتيك تسلكت عليه تاني وتعمل ميرج، رجعت معاك تاني زي الاول. والفونت كولر لو انت عايز تطبقه، يعني انت مثلا دلوقتي كتبنا، فالفونت كولر هنا مش نفس اللي هنا، عندك اكتر من طريقه. وممكن طريقه يعني لذيذه ان انت دلوقتي وانت واقف هنا بيطلع لك اسم الفونت كولر اللي موجود عندك تو اوبشن. يا اما وانت واقف هنا تدوس دبل كليك وانت مسلكت على الكلمه دي، يبقى انت عرفت الفونت بتاعك ايه، فتبتدي تطلع هنا مثلا. يعني خلينا كده اهو، انا عندي الفونت ده اسمه الحاجه اللي مكتوبه فوق دي، بمجرد ما وقفت عليه بيعمل لك عليه سيلكشن. خده كنترول سي، فهو كده بقى معاك كوبي. وقف هنا وتعالى هنا تاني واعمل كنترول في او بيست للي انت خدته ودوس انتر. ايه اللي حصل؟ كلمه الاجمالي خدت نفس الفونت اللي احنا كاتبين بيه في الخلايا التانية. طيب نرجع تاني، نرجع زوم سنه كده نبقى شايفين قدامنا الجدول كله. كده احنا خلصنا التاب بتاعه الالاينمنت. نطلع كده مع بعض، خلصنا ايه؟ خلصنا دي كلها بتاعه الكليبورد والفونت والالاينمنت. تمام. هندخل على اللي بعدها والخاصه بالنمبر. دلوقتي احنا كتبنا التاريخ ده زي ما حضراتكم شايفين مع بعض. ازاي الاكسل يقدر يعرف الخليه دي انت بتكتب فيها تاريخ ولا رقم ولا ايه؟ انت اللي بتحدد له. يعني ايه انت اللي بتحدد له؟ اول حاجه موجوده معانا في البوكس بتاع نمبر، اول حاجه فوق كلمه ديت، فهو بيقول لك الخليه اللي انت واقف عليها دي انت كاتب فيها ديت. لو نزلنا تحت كده ووقفنا بصينا فوق على نفس الخليه، اتغيرت بقت جنرال. اهو لو انا وقفت هنا يقول لي يا فندم خد بالك انت هنا كاتب ديت، انما هنا دي جنرال انت ممكن تكتب فيها اي حاجه. طيب لو انا دلوقتي بكتب وعايز اعرف الاكسل من البدايه ان انا كل الحته دي هكتب فيها تواريخ بس، فلما اكتب تبقى انت عارف ان الفورمات اللي انا بكتبه ده بتاع تاريخ. اروح فاتح كده وهلاقي هنا في عندي اكتر من اوبشن. انت هتكتب نمبر ولا جنرال عايز تكتب فيها تكست وتكتب فيها ارقام براحتك، ولا هتحط فيها عمله كرنسي، ولا حاجه لها علاقه بالاكونتنج ايكويشن او وات ايفر، ولا شورت ديت. احنا دلوقتي عايزين نحط شورت ديت، وفي لونج ديت اللي هو بيبقى مكتوب لك بقى فيه السنه والكلام ده كله، او تايم انت هتحط وقت، او نسبه مئويه بيرسنتج، او فراكشن حاجه يبقى فيها كسور، او حاجه ساينتفك اللي يبقى فيها اس كذا او الكلام ده كله، او هتكتب فيها تكست بس. فانت بتختار اللي انت عايز تعمله. فاحنا في حالتنا دي هنختار شورت ديت، فكده اي حاجه هكتبها هنا هتبقى شورت ديت. فلو انا بكتب مثلا 13 4 2020 ونزلت، اوتوماتيكلي يطبق مع نفسه فاهم ان الكلام ده ديتس. فهنبتدي نكتب اي ديتس معانا كده عشان نملى بس البرنامج بتاع الخلايا بتاعتنا دي زي ما اتفقنا مع بعض، وليكن اي حاجه بقى يعني. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ زي ما انا عمال املى كده الكلام ده، ممكن نعمل اوبشن تاني يملى لنا الكلام ده عشوائي، اللي هو من خلال ايه؟ اه طبعا هو هنا ما قراش ان دي تاريخ زي ما انتم شايفين، لانها كاتب 36 2، مفيش حاجه اسمها 36 2 يعني. فلازم نكتب له مثلا 22 مثلا 4 او اي حاجه، فيبتدي يجي الناحيه دي ويعرف ان ده ديت. لو مسكنا دول كده وعملنا عليهم سelection وجينا وقفنا في الحته دي وسحبنا لتحت، واحنا بننزل هو يبتدي يعمل فيل براندوم زي ما احنا شايفين كده. ابتدى يكرر الكلام تاني. انا كاتب هنا 14 5، ابتدى يكرر تاني من اول هنا، وابتدى يكرر نفس، يعني هتلاقوا هم دول كده نفس اللي موجودين فوق منهم، وابتدى يكمل. هو كده بيعمل فيل سيريس، ولكن كانه بياخد كوبي من الحاجه اللي انت كاتبها ويكررها لك تاني. وفي هنا في العلامه اللي ظهرت دي اكتر من اوبشن في عمليه الفيل سيريس. بيقول لك عايز ان انا اخد كوبي نفس الحاجه اللي انت كاتبها، اخد منها كوبي واكررها في السيريس اللي انا بعمله، ولا اخد الفورمات بس، ولا وزاوت فورمات، ولا فيل دايز، ولا ويك دايز، ولا مانث او يير. دي كل الحاجات اللي بتبقى موجوده
في السيريز زي ما كنا بنشرح في الاول. طيب احنا كده خلصنا اول حاجه فوق، ان انت بتحدد الخليه اللي انت بتكتب فيها دي عباره عن ايه. هنا احنا كنا عايزين تواريخ. في المرتبات احنا محتاجين ارقام، فلو انا على سبيل المثال بكتب هنا مليون، ظهر معايا المليون بالشكل اللي انت شايفه على الشاشه ده. طبعا دي عقده بالنسبه لاي حد محاسب او اي حد بيتعامل مع ارقام، يقول لك ما تحطليش الموضوع بالشكل ده، لان ما بعرفش اعد الاصفار وعيني بتوجعني. طيب نحل القصه دي ازاي؟ وحضرتك واقف هنا فتحت وقايل له ان انا هكتب نمبر، فهو عرف ان ده نمبر فحط لك دوت وادالك الفراكشنز. يعني لو انت عندك كسور او حاجه بعد النقطه هتبقى ظاهره، بس انت كده ما حلتيش المشكله والاصفار كترت كمان. شايف العلامه الصغيره اللي موجوده هنا دي؟ العلامه دي بتاعت الكوما، ان هو يجي بعد كل 3 ارقام ويحط لك كوما عشان تعرف تقرا الرقم كويس. فلو دوسنا عليها كده وابتدينا نكبر بس المساحه بتاعت السيل، ايه اللي حصل؟ حط لك 1 وعمل لك كوما، تعرف تقرا الرقم وانت مرتاح. تمام كده؟ طيب ممكن تقول لي طيب انا دلوقتي مش عايز الكسور دي تظهر، يعني انا عشان مختار ان الخليه دي فيها رقم فهو عملها لي كده، بس انا مش عايز الكسور دي تظهر معايا. في عندك هنا اداتين، الاداه دي ودي، دي بتعمل ديكريز للديسيمالز اللي موجوده او الارقام العشريه، ودي بتعمل انكريز. يعني لو انت عندك رقم في اكتر من علامتين عشريتين تقدر تزود من هنا كده، بقى في عندك بعد الدوت 5 ارقام عشريه تقدر تحطهم. لا انا مش عايز كده، مش عايز ولا رقم عشري، اقدر اقلل الارقام العشريه من هنا لحد ما الغي تماما، ما بقاش عندي ولا رقم عشري، بقى مليون فقط بدون اي كسور. فهنا بنحدد السيل اللي احنا شغالين عليها دي عباره عن ايه، وهنا بنتحكم في الديسيمالز، والكوما دي بتعمل لك الشكل اللي انت شايفه قدامك، الفصل ما بين كل 3 ارقام، عشان تبقى الارقام بالنسبه لك مكتوبه بشكل سهل للقرايه والفهم. هنبتدي نكتب مع بعض الارقام بتاعتنا بتاعت المرتبات بتاعت لعيبه الكوره اللي احنا حاطينهم دول، وهتبقى اي حاجه عشوائي. طبعا انا كنت في الشيت التاني ده لو انتوا لاحظتوا كنت مدي كل واحد حقه، يعني كنت يعني محمد صلاح كان واخد حقه هو، رمضان صبحي والناس دي عن الباقي. فخلينا ممكن نعمل ده زي ما اتفقنا، ناخد كوبي عشان ما نضيعش وقت. هنيجي هنا نعمل سيلكت وندوس كنترول سي، ونيجي على الجدول ونعمل سيلكت على المكان اللي احنا عايزين نعمل فيه بيست، وندوس كنترول في. هيبتدي يظهر معانا بالفورمات، احنا مش عايزين. هنبتدي نفتح المنيو اللي بتظهر هنا ونختار numbers only او values only، ظهرت معانا بالشكل ده. هنبتدي الارقام مش بتتقري بشكل سهل، هندوس على الكوما كده بقت تتقري بشكل سهل. موجود ارقام عشريه مش عايزينها، نلغي الارقام العشريه. كده نبقى وصلنا للشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، وقدرنا نعمل الارقام. طيب عايزين نقول ان الارقام دي بالدولار او بالمصري او ما الى ذلك. هتلاقوا هنا في علامه بتقول لك هو انت بتتعامل في الخليه دي في عمله، فتفتح كده السهم الصغير ده يقول لك انت عايزها بالجنيه المصري. لو دوسنا جنيه مصري ايه اللي هيحصل؟ كتب لك ج م جنب كل الارقام، فانت كده ريحت دماغك. ولا بالدولار، دوس بالدولار يبتدي يقلبها لك بعلامه الدولار. او باليورو، طبعا المحاسبين بقى ايه اللي في الشركات هيبتدوا يستخدموا الكلام ده كتير جدا. او باي حاجه تاني تختار العلامه اللي انت عايزها من الكرنسي اللي انت بتستخدمها وتقدر تطبقها على الشيت. تمام. يبقى احنا كده عرفنا مع بعض في الوظائف بتاعت النمبر، عرفنا كل الكلام اللي هنا ده ما عدا البيرسنت او النسبه المئويه، ودي هنشوفها مع بعض دلوقتي في النسبه اللي موجوده هنا. اول حاجه قبل ما نعمل النسبه احنا محتاجين، هعمل انا حاجتين يعني سريعا كده، ودول اللي هيبقوا ايكويشنز هقولهم بسرعه وهنشرحهم بالتفصيل في المحاضره بتاعه الايكويشنز او المعادلات. اما دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اجمع كل الكلام اللي موجود فوق ده، اعرف الناس دي بتاخد مرتبات كام. عندك اكتر من طريقه. اسرع طريقه ان انت هتروح رايح على العلامه اللي هنا دي اللي مكتوب فيها اوتو سم، يعني اجمع اوتوماتيك. ولو فتحنا هنا فيها اكتر من اوبشن، عايز تعمل افريج ولا عايز تكاونت النمبرز او الماكسيمم اماونت او المينيمم اماونت، وفيها شغل كبير جدا خلينا نبقى نشرحه ساعه الايكويشنز. ولكن النهارده هناخد الوظيفه الرئيسيه بتاعتها، وهي ان هي تعمل لك عمليه جمع تلقائي. فلو انا وقفت عليها كده، انا دلوقتي واقف هنا عايز التوتال يطلع هنا، فانا عامل سيلكت على الخليه وقفت فوق هنا وقمت دايس اوكي، قام عامل لي سيلكشن بيقول لي انت عايز تجمع المكان اللي انا عملت لك عليه سيلكشن ده. انا موافق، اروح دايس انتر، قام هو عامل ايه؟
مطلع لي التوتال نمبر تحت زي ما انتم شايفين. انا بس عايز السلكت ده ونطلع نغير اللون بتاعه عشان يبقى واضح بالنسبه لنا ان دي التاب بتاعه الاجمالي. فهو كده طلع معايا قال لي انت عامل مرتبات ب 22 مليون و300 الف. تمام كده قدرنا نعمل عمليه الجمع. طيب عايزين نخش على فكره النسب المئويه، يعني كل واحد من دول بيقبض بنسبه كام، يمثل كام عليا، عبئه عليا قد ايه من اجمالي مرتبات. فلو انا واقف هنا هعمل ايكويشن سريعه كده، هدوس ايكوال وهبتدي اختار الاماونت اللي انا عايزها واقسمها على الاجمالي بتاع المرتبات. ادوس اوكي، يبتدي يطلع معايا الرقم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس انا مش عايزه كده، هو كده الرقم لو اتقرا هو عامل هنا علامه يعني 4% 400 مش عارف كام، انا مش عايزه كده، انا عايزه يظهر نسبه صريحه 3% 4%. فابتدي اعمل سيلكت على المكان ده كله اللي هيبتدي يظهر فيه نسب، واطلع الاقي علامه في المية دي، ادوس عليها هيبتدي يتحول معايا الموضوع زي ما انتم شايفين لايه، لنسبه مئويه اوتوماتيك بدون اي ارقام عشريه. فهو قرب اوتوماتيك مع نفسه، قال لك دي 4%. لو كررنا نفس الموضوع على الخليه اللي بعديها هيبتدي يدي لك النسبه بتاعته. هنكمل على باقي الخلايا مع بعض، هندوس كده على التوتال وهنعمل مع بعض حاجه اسمها ان احنا نعمل فيكسد للسيل بتاعه التوتال. هنشرح الكلام ده كله في المحاضره بتاعه الفانكشنز، عشان بس دلوقتي انا عايزه يبقى مستوعب ان احنا عايزين نثبت الخليه بتاعه التوتال. كده احنا وصلنا ان احنا عملنا الكلام ده على بقيه الشيت، ونبتدي هنا نعمل الاوتو سام بتاعتنا اللي هي المفروض تطلع لنا ان التوتال 100%. بكده نكون خلصنا مع بعض تكوين الجدول اللي اتفقنا في بدايه الحلقه ان احنا هنقدر نعمله مع بعض زي ما هو في المثال التطبيقي اللي موجود معانا. ادي شكل الجدول اللي احنا كنا عايزين نوصل له، وادي الشكل اللي قدرنا نعمله مع بعض ستيب باي ستيب او خطوه بخطوه من بدايه الحلقه لغايه دلوقتي. وخلال تكوين الجدول ده اتعلمنا حاجات كتير جدا مع بعض. خلصنا خلالها معظم الوظائف اللي موجوده في شاشه الهوم، وفضل لنا حاجات بسيطه جدا هنعمل لها كفرنج دلوقتي مع بعض علشان خاطر نبقى خلصنا التاب بتاعه الهوم النهارده باذن الله. اللي ما خدناهوش لغايه دلوقتي التاب اللي ليه علاقه بالسيلز، ودي هنقول بتعمل ايه. لو انت مثلا واقف هنا وجيت عند انزرت وفتحت المنيو هيقول لك اول حاجه انزرت سيل، يعني هيزود لك سيل. فبيقول لك انت عايز السيل دي بقى يبقى، يعني لو دوسنا عليها كده بيقول لك انت عايز السيل دي اضيفها لك فوق كلمه رئيس مجلس الاداره، ولا تحتها، ولا على اليمين، ولا على الشمال، ولا نزل الرو كله لتحت. فلو مثلا قلنا داون ودوسنا اوكي طلع لك حاجه بيقول لك انت كده هتبوظ شكل الجدول لان انت هتنزل الخليه لتحت، فهيحصل بالشكل اللي احنا شايفينه، زود خليه فوق وبوظ الدنيا تحت. فهنرجع تاني، وطبعا لو اخترنا بقيه الاوبشنز تقدروا تجربوها مع حضرتك يعني. وطبعا لو شفنا بقيه الاوبشنز تقدروا تجربوها في اي وقت وانتوا قاعدين، يعني مثلا زي كده هيبتدي يعمل رو بالكامل وينزل دي لتحت. فتقدروا تجربوا الاوبشنز دي عشان خاطر ما ناخدش وقت اكتر من كده. في بقى الانزرت رو، ودي هتبقى هي زي ما احنا لسه بنتكلم عليها. وفي انزرت كولوم هيزود لك صف بالطول زي ما انت شايف كده. تمام. فالتاب بتاعت انزرت قدرنا نعرف، وفي انزرت شيت. وطبعا احنا اتعلمنا ان احنا نقدر نضيف شيت من خلال العلامه بتاعت البلس، او ان احنا نعمل رايت كليك وندوس انزرت، وفي نفس التوقيت هي موجوده هنا. لو دوسنا كده ادي شيت زياده نزل معانا وقلنا نقدر نلغيه ان احنا نعمل ديليت. طب لو انا عايز الغي اللي احنا عملناه ده هتلاقي جنب كلمه انزرت في كلمه ديليت. ادي احنا كده خلصنا انزرت وفي جنبها كلمه ديليت. لو فتحنا ديليت هيبقى فيها نفس الاوبشنز بالظبط. لو عملنا ديليت رو هو كده عمل ديليت للرو اللي احنا كنا لسه عاملينه. ديليت كولوم هيبتدي يشيل العمود اللي احنا لسه ضايفينه ورجع الجدول للشكل بتاعه الطبيعي. طيب نقدر نعمل الاضافه وان احنا نعمل ديليت وانزرت للكولومز او الروز من حاجه تاني من الكيبورد، ولا لازم نعمل من هنا؟ هقول لكم برضو الابريفيشن سريعا كده او الشورت كات بتاعتها. نقدر ان احنا نعمل سيلكت كده وندوس بايدينا في الكيبورد على الكنترول وندوس على علامه الزائد، كده هو عمل كولوم جديد. لو عايزين نمسحه ندوس على الكنترول وندوس على علامه الناقص هيمسح معانا
كولوم اللي هو نزله. وبرده على الرو نفس القصه، كنترول بلس كنترول ماينس. عايز اعمل اكتر من حاجه ادوس كنترول وافضل ادوس على البلس يزيد، كنترول ماينس، انا كده بشيل كل اللي انا عملته. تمام. انا كده عرفتكم التابس دي بتاعت ايه، وقلت لكم الشورت كاتس بتاعتها. في هنا حاجه عندنا اللي هي اخر واحده هنا، اللي هي الفورمات. الفورمات دي تتحكم زي ما احنا قلنا في الرو هاي والويتس، اللي هو ازاي ان انت تتحكم في العرض بتاع الكولوم يبقى يعني قد ايه، واحنا قلنا بنعرف نتحكم فيها ازاي، والطول بتاع الرو وده برضه اتفقنا عليه مع بعض، وشويه اوبشنز احنا اتعرفنا عليها في اول الحلقه خالص لما كنا بنتكلم على التاب اللي ظهرت لنا هنا لما دوسنا رايت كليك، اللي هي التاب دي. هي نفس الاوبشنز اللي موجوده هنا. بيقول لك تعمل هايد وان هايد ورينيم للشيت وموف اور كوبي والتاب كالر، كل الكلام ده اتكلمنا عليه. وقلنا ان في حاجات زي البروتكت شيت واللوك والانلوك دي هيبقى ليها حلقه وموضوع مختلف، فمش هينفع نتكلم عليها النهارده. وخدنا مع بعض في التاب اللي جنبها بتاعت الايديتنج، خدنا الاوتو سم وعملناها مع بعض، والفيل دي بتاعت الفيل سيريوس اللي احنا عملناها مع بعض في الارقام. فاكرين لما كنا بنكتب 1 2 وبعد كده نسحب يعمل فيل سيريوس؟ هي دي بتاعت الفيل. ممكن تعملها من هنا برضو، اهي فيل سيريوس او الفلاش بتاعها. وفي هنا كلير. كلير دي بتعمل كلير للفورماتنج او للكونتنت على حسب ما انت عايز. يعني ايه؟ يعني اول واحده بيقول لك كلير اول، يعني انت لو جيت عملت كلير اول دي، يعني لو انت عملت سيلكشن هنا كده وقلت له عايز اعمل كلير، عمل ايه؟ شال لك كل الحاجه اللي هنا. نرجع تاني. طيب ممكن تعمل كلير لايه تاني؟ تعمل كلير فورمات، هو هيشيل الفورمات بس، فرجع لك الكلام لوضعه الطبيعي وشال كل الفورمات اللي احنا كنا عاملينه. طب في كلير ايه تاني؟ كلير كونتنت، هيشيل الكونتنت اللي جوه الجدول ويسيبه لك فاضي بالفورمات بتاعه. في ايه تاني؟ في كلير كومنتس، ده لو انت عامل انزرت كومنتس اصلا في الشيت. وفي كلير الهايبر لينك لو في برضه هايبر لينك، بس احنا مش عاملين هايبر لينك. كده احنا خلصنا الثلاثه دول. في عندنا الاوبشن بتاع الفلتر، هنشوف مع بعض الفلتر ده بنعمل بيه ايه. لو انت عامل سيلكت على الجدول بالشكل ده وجيت هنا فتحت وقلت له فلتر، هيبتدي يظهر معاك الايكونز اللي انت شايفها الصغيره اللي بتظهر معانا هنا دي. هنفتح على سبيل المثال الايكون بتاعت المرتبات اللي هنا، هنلاقي فيه اكتر من حاجه. هنا ظاهر معانا كل المرتبات اللي موجوده، فانت تقدر ان انت لو عايز تعرض حاجه معينه، يعني انا عايز اعرض مثلا الشخص اللي بيقبض $1,000,000 فقط، ودوست اوكي. ايه اللي حصل؟ طلع لي الشخص الوحيد اللي بيقبض $1,000,000 اللي عملت عليه سيلكت، واللي هو مين؟ حسن شحاته. طيب نرجع تاني نفتح، عايزهم كلهم يظهروا تاني، ادوس على كلمه سيلكت اول، هلاقي كل علامات الصح ظهرت، ادوس اوكي يبتدي يرجع معايا تاني. تقدر ان انت بقى تختار اللي انت عايزه، عايز تسلكت على اكتر من واحد، تشيل مين ما تشيلش مين، براحتك خالص. عايز تسيرش على رقم معين بيبقى هنا. لو انت هنا كتبت مليون مثلا هيبتدي يطلع معاك بس طبعا دي عشان بالعربي احنا بالانجلش اهو. لو انا كده بكتب هيبتدي يطلع معايا يقول لي والله اللي انت بتدور عليه مليون اهو، ظهر معاك اهو، تبتدي تختاره اوتوماتيك. لو في اسماء برضو نفس القصه، تكتب اسم الشخص هنا في السيرش يقدر يطلع لك هنا وتختاره لوحده هو اللي يظهر معاك. اكتر حاجه بنستخدمها هنا ايه؟ السورت سمولست تو لارجست، والسورت اللارجست تو سمولست، يعني ترتبهم من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. فلو على سبيل المثال اخترنا اول واحده، هو طبعا مش راضي عشان خاطر احنا في عندنا هنا يعني في ميرج، لازم لما يكون التيبل يبقى من غير ميرج، فاحنا هنفك الميرج ده بس كده وهنبتدي نطبق اللي احنا بنتكلم عليه. هو كده عمل ايه؟ عمل سورت من الصغير للكبير. فهتلاقي اول واحد ظهر معانا اللي هو علي جبر بياخد 50، بعد كده ال 500، بعد كده ال 900، بعد كده وصلنا للمليون وال10 مليون. طيب لو فتحنا وعملنا العكس، طلع لك اكبر اماونت فوق خالص، بقى في عندنا هنا اللي بياخد 10 مليون، وبقى اصغر واحد موجود عندنا تحت اللي بيقبض ال 50,000. طيب ايه اوبشنز تاني موجود هنا؟ في سورت باي كولر. لو انت عندك حاجات فيها اكتر من لون ممكن يعملهم لك ترتيب بالالوان. لو انت في مثلا عندك حاجات بالاخضر والاصفر وكده، يطلع لك الحاجات دي مترتبه اكوردنج للايه؟ للون بتاعها. وهنا طبعا في دول سورت يعني يعمل لهم ترتيب، انما هنا فلتر يعني هيبتدي يسلكت الحاجات اللي باللون ده بس. فلو دوست كده هو طلع لي الخليه الوحيده اللي معموله باللون ده، والباقي كله ما طلعوش. لو عايز ارجعها تاني باجي عندها واروح شايل
العلامة بتاعتها ترجع تاني كل حاجة زي ما هي. في هنا نمبر فلتر، بتخش بقى هنا دي فيها مواضيع كبير جدا، بيبتدي يقول لك بقى هنا ايه، عايز النمبر اللي ايكوال كذا او doesn't ايكوال كذا، بتبتدي او الارقام اللي فوق حاجه معينه. يعني انت عايز دلوقتي مثلا تقول له greater than، وبتبتدي تحط له هنا الكرايتيريا، انا عايز مثلا اللي اكبر من 50,000 او خلينا مثلا فوق ال 500، وندوس له اوكي. هو كده جاب لي كل الناس اللي فوق ال 500، فجاب من اول ال 550 لغايه ال 10 مليون. فجزئيه الفلتر دي فيها فلترز باي شكل انت محتاجه. عايز تلغيها طبعا بتدوس كده خلاص، احنا بالنسبه لنا هنشيل ده وندوس اوكي، ونبتدي نيجي هنا نعمل كبير للفلتر، هيبتدي كل حاجه تظهر معانا. فالاوبشن بتاع الفلتر ده بيبقى متاح فيه حاجات كتير جدا، تقدر ان انت تعمل فلتر على اللي انت محتاجه. عايز حاجه تكون بتوين رقم معين ورقم معين، عايز الشريحه اللي بتقبض من 50,000 ل 100,000 مثلا، عايز الناس اللي ليس زان او اقل من 100,000. هنا عندك حاجات كتير جدا تقدر تستخدمها على حسب استخدامك مع التقارير اللي انت بتعملها. والسورت اللي فوق ده بيعمل لك ليهم ترتيب. كده نبقى احنا عرفنا مع بعض. نرجع الشيت لوضعه الطبيعي تاني. كده احنا عرفنا مع بعض التاب بتاعت السورت، بتاعت الفايند والسلكت دي لو انت بتدور على كلمه معينه جوه الشيت بتاع الاكسل بتاعك، عايز تلاقي الكلمه بس ولا عايز تلاقيها وتعمل لها ريبليس بكلمه تانية، او عايز تجو لحاجه معينه، او يعني هتلاقي بيبقى في اوبشنز هنا كتير عاده مش هنستخدمها قوي. ممكن اللي تستخدمه كلمه الفايند والريبليس لو انت بتسيرش على حاجه وعايز تبدلها. فلو عملنا كده مثلا، فبيقول لك فايند وات، انت عايز تدور على ايه. فمثلا ممكن نقول له هنا عايز ادور على شخص اسمه علي جبر موجود في الشيت. طب لما الاقيه اريبليس الكلمه بتاعته بايه؟ ممكن مثلا اكتب صالح جمعه. فلو دوست فايند، هو راح جري على علي جبر وهو عمل عليه سيلكت. تمام كده. لو دوست له كلمه ريبليس اللي قدامنا دي، هيبتدي ريبليس، شال كلمه علي جبر وحط مكانها صالح جمعه. ده اهم استخدام موجود في الكتاب اللي موجوده هنا بتاعه الفايند والريبليس. الباقي كله ما اظنش انه يبقى له استخدام قوي في الحلقه بتاعه النهارده. كده احنا خلصنا التاب دي كلها ودي، وكنا مخلصين كل دول. فاضل لنا التاب اللي في النص بتاعه الكونديشنال فورماتنج، ودي تاب لذيذه قوي هنبتدي نتكلم عليها دلوقتي مع بعض. دي على سبيل المثال، خلونا بس الاول نرجع الشيت لوضعه الطبيعي بس كده تمام. هنيجي مثلا على سبيل المثال الحته بتاعه النسب المئويه دي، نعمل عليها سيلكت ونفتح الكونديشنال فورماتنج. هتلاقي اول حاجه خالص فوق بيقول لك هايلايت سيلز رولز، يعني يعمل هايلايت على السيل اللي فيها ايه بقى؟ جريتر ذان، اكبر من حاجه معينه. فلو انت فتحت كده هيقول لك انت عايز اللي اكبر من كام، فممكن تقول له انا عايز اللي اكبر من 13%. فلو انت اخترت ان انت عايز الحاجات اللي فوق ال 13%، تعالوا نشيل دي على جنب كده. لاحظنا مع بعض انه عمل هنا هايلايت على ايه؟ 13 وال 22 وال 45. الباقيين كلهم عشان اصغر من الكونديشن اللي احنا حددناها له ما عملش عليهم هايلايت. تمام. نكنسل الكلام ده ونرجع نفتح. طب هايلايت اكبر من بس، لا، عندك اكبر من وليس ذان اللي هي اصغر من، او بتوين، انت عايز الرينج اللي من كذا لكذا هو اللي تعمل له هايلايت، او ايكوال تو حاجه محدده، عايز اللي بيساوي 3% فيروح يجيبه لك بس، او اكتر من اوبشن تانيين زي ما انتم شايفين هنا. تقدروا في حاجه اسمها دبليكيت فاليوز، لو اي فاليو متكرره مرتين اعمل لي عليها هايلايت. فلو دوسنا مثلا عليها ودوسنا اوكي، هيبتدي يشوف اي حاجه متكرره مرتين ويعمل عليها دبليكيشن. طبعا هو هنا الارقام بتاعتنا حتى لو دي 4% ودي 4%، هتلاقوا ان الفراكشنز مختلفه، الكسور مختلفه، فهو مش قاريهم ان هم نفس الرقم بالظبط، لان احنا ما عندناش هنا قيم متساويه بالظبط مع بعضها، كلها مختلفه. ولكن لو جينا مثلا عند ال 500 دي وعملناها 550، ايه اللي حصل؟ قرا ان دي 2% ودي 2%، والاثنين قد بعض بالظبط عشان الارقام بتاعتهم زي بعض، فعمل لك عليهم هايلايت. قال لك خد بالك في دبليكيشن في الفاليو موجود هنا. تمام. نرجع تاني للوضع بتاعنا العادي، ونرجع نعمل سيلكشن على ده ونشوف بقيه الاوبشنز اللي موجوده هنا. فدي شفنا مع بعض هنا كل الاوبشنز. في التوب توب او بوتوم رولز، فممكن لو انت عندك حاجات كتير جدا يقول لك طلع لي التوب 10،
لو انت عندك 1000 موظف وعايز تعرف مين اعلى ناس واخده تقارير مثلا، فبتختار التوب 10 يروح عامل لك هايلايت على اول توب 10. او ان انت عايز تاخد اقل ناس البوتوم بتوعهم، او عايز تاخد افريج لحاجه معينه، برضو كل ده براحتك. هنا في بقى سيل لذيذه قوي ان انت لو اخترتها بتعمل معاك زي ما انت شايف كده على السكرين. لو دوسنا عليها هنا مثلا، اوكي، هنا بيعمل ايه؟ بيعمل لك تظليل للسيل على حسب الرقم بتاعها. فدي عشان 2% عمل تظليل يا دوبك بالجزء ده، دي 4% فعمل مساحه اكبر، دي 45% فده يعتبر بالنسبه له اكبر حاجه فعملها كلها، ال 22% زي ما احنا شايفين. فدي بتبقى لذيذه قوي في حاله ان احنا بنعمل نسب مئويه. بمجرد ما انت تبص على السكرين تقدر عينك تلقط على طول مين اكبر حاجه ومين اقل حاجه. في ايه تاني عندنا هنا؟ دي فيها تو اوبشن، يا اما تختار اللي هو الالوان المتدرجه زي ما احنا شايفين كده، من الازرق الغامق للازرق الفاتح، او تختار حاجه سوليد كولر زي ما احنا شايفين كده مع بعض. فهو ده مجرد اختلاف في الدرجات بس بتاعه الفيل، سواء سوليد كولر او اللي هي الجريدينت فيل. طيب في عندنا بعد كده حاجه اسمها الكالر سكيل. الكالر سكيل ده ممكن ان هو يجي مثلا لو احنا وقفنا هنا، نلغي بس الاول اللي احنا اخترناه من هنا ده، احنا عايزين نرجع كده ستيب باك ونبتدي نخش نشوف الكونديشن اللي بعدها. الكالر سكيل دي لو احنا وقفنا هنا مثلا كده، لاحظ معايا ايه اللي حصل. هو جه هنا قال لك ان ال 45% نعملها باللون الاخضر لان ده حد خلاص جايب اعلى درجه، ال 22% اخضر فاتح شويه، اللي جاب 4% ده يبقى في المنطقه الامنه شويه نعملها باللون الاصفر، اللي ابتدى يجيب 2% ده لا خلاص قرب للاحمر، اللي جايب 0% عمل لك عليه علامه احمر ان خد بالك لا هنا في حد نسبته ضايعه خالص. فدي برضو حاجات تقدر ان هي تدي لك افيلابيلتي او امكانيه ان انت تعرض ارقامك بشكل سهل للفهم بمجرد ما تقدم التقرير بتاعك. بعد كده في الايكون سيت، دي برضو شويه اشارات لو احنا وقفنا عليها زي ما انتم شايفين، ال 45% بقى جنبها سهم طالع لفوق، يعني خد بالك ان انت هنا الدنيا معاك كويسه. ال 22% عمل لك سهم بالعرض كده، يعني ها الدنيا شغاله. انما بقيه النسب عمل عليها اسهم لتحت، يعني بيقول لك لا خد بالك انت كده الارقام هنا داون والدنيا رايحه في داهيه خالص، فلازم تلحقها وتظبط امورك مع الناس دي. وطبعا في شويه اشكال تانية كتير، ده كل حاجه على حسب بقى انت حابب تختار ايه، واعمل لك حاجات سيجنالز وبتاع، فيعني شويه اشكال كده تقدر ان انت تظبط الحاجه على حسب ما انت محتاج في التقرير. جنبها هنلاقي في حاجه، ودي اخر حاجه معانا، الفورمات بتاع التيبلز. طبعا انا اتعمدت النهارده ان احنا نبني مع بعض الجدول بالشكل ده عشان الرحله بتاعه التعليم اللي خلالها قدرنا نتعرف مع بعض على حاجات كتير جدا. ولكن من الممكن ان انا لو نزلت مثلا تحت، او بلاش تعالوا نروح في شيت تاني وعايز اعمل جدول، في اوبشن تاني بسيط خالص، ان انا ممكن اروح جاي عامل سيلكت على الجزء ده مثلا، واروح فاتح هنا كده واقول له انا عاجبني قوي شكل الجدول اللي بالطريقه دي، اعمل لي الحاجات دي في شكل جدول. هتلاقيه اوتوماتيك قام منزل لك الجدول زي ما انت شايف قدامك على السكرين. بس طبعا لو انا عملت معاك كده من بدايه الحلقه، ولا كنا هنتعلم اي حاجه، ولا كنا هنقدر نعرف ازاي ان احنا بايدينا نعمل الجدول بالالوان اللي احنا عايزينها والتنسيق اللي احنا محتاجينه، ولا اي حاجه خالص. ولكن دي طريقه سهله حبيت اقولها لكم في نهايه الحلقه، علشان خاطر لما تيجي تشتغل بعد كده بعد ما انت فهمت تقدر انك تستخدم الطريقه السريعه. ولكن قبل ما تتعلم ما ينفعش انك تستسهل وتاخد الطريقه السريعه. وهنا طبعا زي ما انت شايف كل ما بختار حاجه بتغير شكل الجدول اللي موجود قدامك على السكرين، وده مديك فورمات جاهز تقدر تعمل بيه اللي انت عايزه زي ما انت شايف كده. وزي ما اتفقت معاكم انا ما حبيتش نبدا بالطريقه دي لان ما كناش هنتعلم حاجه خلال الحلقه. والتنسيق بيبقى معتمد على الحاجه اللي هنا زي ما انت شايف، انا من هنا بقدر اغير شكل الفونت، شكل الالوان اللي انا محتاجها، كل حاجه انا بقدر اتحكم فيها من هنا. ولكن احنا حبينا نمشي بالطريق الصعب النهارده عشان الصعب دايما بيعلم، واحنا اتعلمنا مع بعض خلال الحلقه كل اللي اتفقنا عليه من البدايه لغايه دلوقتي.